النهاردة أول حلقة من Unstoppable Sellers، وكنت حابب أوضح بس فكرة المحتوى اللي احنا بنتكلم عنه. هو خاص ببياعين الملابس بالتحديد. القطاع ده كبير جدا، محدش اتكلم عنه قبل كده، حتى من الناس اللي هي بتفهم في اللبس وبيقولوا لكم هنلبس ده على ده أو هنرتب ألوان ده على اللون ده مثلا. بس محدش جاب سيرتنا في حاجة، فحبيت أنا أكون أول واحد يتكلم عن المجال الكبير ده. يلا بينا بقى نروح للإنترو ونشوف موضوع النهاردة بيتكلم عن إيه. كلنا بنفكر هنلبس إيه لو كنا في الصيف أو في الشتاء. طب وبياع اللبس حد فكر فيه؟ أنا فكرت. عايزين تفهموا أكتر؟ تابعوني. معاكم محمد عزب، وده Unstoppable Sellers. طبعا موضوع النهاردة بيتكلم عن تعمل ايه في اول يوم شغل ليك في المجال. يعني انت لسه فريش، ما تعرفش اي حاجة عن اي حاجة خالص. اول يوم ده بقى انت بالنسبة لك مفيش اي تاسكات. يعني انت فري في المكان. مش فري بقى بمعنى ان انت هتلعب يعني، لا، بس هتاخد تور كده في المكان، تشوف الحاجة اللي احنا شغالين فيها، وتشوف طريقة العرض. تشوف لو في اوفر البياعين اللي معاك او زمايلك بيقولوه للعملاء او للكاستمرز او للزباين، ايا كان انت بتسميهم ايه عشان ما حدش يزعل مننا. يعني هتتفرج على المكان وتشوف، بس هتاخد من ده كلمة وهتاخد من ده طريقة. الموضوع مش موضوع حفظ خالص خالص، لا، هو موضوع كاريزما وموضوع ان انت ازاي تتعامل مع الناس وازاي تقنع العميل. بس هو ده كل الموضوع. وده طبعا بطبيعة الحال انت مش هتكتسبه من اول يوم، هتحس ان في حاجة غلط، هتحس ان في حاجة صعبة. بس الموضوع بعد كده بالتدريج هيجي وهتبقى تمام يعني. طبعا زي ما قلت لكم، مستني بقى اشوف تعليقاتكم عن اول يوم شغل ليك في مجال الملابس. طبعا هيبقى فيه حاجات غريبة وعجيبة هنحكيها مع بعض. المحتوى ده بتاعكم، يعني انتوا كأننا احنا قاعدين في قعدة. اللي عايز يقول حاجة يقولها عادي، مفيش أي مشكلة يعني. كل واحد يقول رأيه. لو عايزين نتكلم عن حاجة تانية تخصكم برضو، يعني حاجة تانية تخص المجال، لسه الحلقات طويلة ولسه في شغل كتير بيحصل. هنتكلم عنه. طبعا احنا هنتكلم عن تفاصيل المجال كله، مش هنتكلم عن حاجة معينة ونسيب الباقي، لا. بس انا هقفل عشان الدبانة دي. كان معكم محمد عزب، وده Unstoppable Sellers.